ايه ده؟ مين بعتلي رسالة؟ ده هو تاني؟ هو ملهوش غيري بقى ولا ايه؟ يا لهوي يا مريانة، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ الموضوع مأثر عليكي قوي. هو انت نسيتي الصراحة؟ انا زهقت منه. انا هروح اكلمه. انا مش هينفع اكمل على الحال ده. لازم اشوف حل. لازم اتتبع الرقم ده على الاقل. اكيد هو ده المحل. لا ما شاء الله تحفة جدا. ده مش باين اصلا من كتر الخردة. أزيدة اخيرا ردت عليا. حتى هي كمان شاكة ان هي اختي. مفيش حد غير اختي اللي يعمل حركة زي كده. بس انا ما عنديش دليل وهي مش راضية تديني رقمها. وحتى لو انا قلت لماما هي مستحيل اصلا هتصدقني. انا هكلم الشخص ده واحاول اعرف هو مين. ايه ده؟ الصور دي كلها صور ليا وانا في البيت. ازاي يعني هو ازاي عنده كاميرات في بيتي وانا لوحدي بس اللي في الصور؟ عمره ما صور حد من اهلي تاني. يعني ايه؟ يعني اشمعنى انا؟ كده الشخص ده مستقصدني انا بالذات. واكيد اختي عمرها ما هتنزل صورة ماما او صورتها، فاكيد هي اختي. بس هو حتى الشخص ده ما بيبتزنيش. يعني هو مش عايز مني فلوس ولا عايز مني اي حاجة. انا لازم بسرعة اكلم ازيدة. هي هتقولي اتصرف ازاي؟ انا بجد مش عارفة اعمل ايه. الو، ايوه يا ازيدة. الو، في ايه يا بنتي؟ اهدي بس. ما تقلقيش، مادام الشخص ده مش بيحاول يبتزك بالصور دي يبقى خلاص. واصلا كلها صور عاديه. يعني ايه؟ يعني حد صورك وانتي بتاكلي وانا متاكده ان انا ما صورت الصور زي كده. يعني هو ما جابهاش من على موبايلي. انا هتجنن واعرف هو يستفيد ايه باللي هو بيعمله ده. طب هو ازاي اصلا جاب الصور دي وجابها منين؟ الصور اصلا ملهاش معنى. انا مش فاهمه ايه ده. طب انتي لما كلمتيه قالك هو عايز منك ايه؟ لا هو اصلا كان بيشوف الرسايل وما بيردش عليا بس بيبعتلي الصور. بصراحه ما اعرفش ليه ممكن حد يعمل كده. بصي مادام الموضوع ده لسه ما بيأذكيش حاولي تركزي شويه على دراستك. مش ممكن يكون حد بيعمل كده عشان مثلا يشتتك. ودرجاتي مش قد كده يعني. وما اعتقدش ان احنا عندنا حد حقود في المدرسه ان هو ممكن يعمل كده. غير كده الرقم ده اصلا مش في جروبات المدرسه. هيشتتوني عن ايه؟ بس ده انا يا دوبك بقعد 3 ساعات بس بذاكرهم في اليوم. درجاتك مش قد كده ايه بس؟ ده انت ما بتقلش عن ال95. اكيد طبعا ممكن يكون في حد غيران. عامة معاكي حق. يعني 3 ساعات ما يعملوش حاجة. انا بذاكر 5 ساعات مع ذلك ما بجيبش نفس درجاتك. وما حدش بيحاول يشتتني ولا اي حاجة. بس ممكن هم مفكرين ان انت بتذاكري اكتر مني عشان ساعات بتغششيني. فيها ايه يعني؟ عادي لو غششتك، احنا صحاب. بصي حاليا انا شاكة في اختي او الولد الغريب ده اللي في المدرسة. مش عارفة افكر في اي حاجة غير الشك. يا بنتي ركزي، ما هو ده اصلا هدفهم. ممكن بيحاولوا يشككوكي في كل الناس حواليكي. بصي اقعدي ذاكري شويه وحاولي تبطلي تفكري في الموضوع دون. طيب ماشي، سلام. باي. ايه ده؟ مين بعتلي رساله؟ ده هو تاني؟ هو ملهوش غيري بقى ولا ايه؟ انا هتجاهله واحاول اخلص مذاكرتي. بجد كده الموضوع بقى اوفر. انا هاخد التليفون اشوف هو عايز ايه ده. ايه ده؟ الصوره اللي هي دلوقتي حالا دي كانها متصوره من على السرير. تليفوني ما كانش محطوط اصلا على السرير. يعني الصوره دي جت ازاي؟ يا لهوي يا مريانة، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ الموضوع مأثر عليكي قوي. هو انت نسيتي تسرحي شعرك ولا ايه يا بنتي؟ انت غسلتي وشك اصلا قبل ما تيجي؟ لا انا اصلا خايفه يكون في كاميرات في الحمام. بجد حياتي كلها بقت وحشه قوي. كل ما اجي اقعد في مكان لازم ابص على اربع حيطان اشوف لو في كاميرا ولا اي حاجه. انا بس اللي هيجنني الصور دي بتتاخد ازاي لما اصلا ما فيش حد بيخش بيتي غيرك انتي. متاكده انها مش من التليفون او حتى اللابتوب. فاكره لما عزمتم عمتك قلتي لي ساعتها ان بنتها كانت بتعمل حركات غريبه؟ ممكن تكون هي اللي بتعمل كل ده. تكون حاطط لك كاميرات وانتي مش واخده بالك مثلا ولا حاجه. بس برضه هي اصلا هتعمل كده ليه؟ معرفش. بس دلوقتي انا شاكه في كل الناس لدرجه ان انا بقيت ببص لاختي بقرف. مش عارفه بجد ايه اللي بيحصل لي ده. واشمعنى انا؟ يعني الاسوأ من كل ده ان انا معرفش هو عايز مني ايه. حتى كل يوم يبعت لي صوري. ده لما بقيت بنسى انا حاطه حاجتي فين بروح افتح الصور وادور عليها فيها وبلاقيها. ده شخص فاضي لدرجه انه مراقبني طول الوقت. انا بجد عايزه اعرف هو مين هو كمان عشان اساعدك او اعمل لك اي حاجه. وانت مش عايزه تقولي لحد كبير انه ياخدك للبوليس؟ انا مستغربه جدا ازاي اهلك مش راضيين. ولا انت اصلا ما قلت لهمش؟ قلت لاختي بس هي ما صدقتنيش. وانتي عارفة لو اختي قالت لا الموضوع ده كذب ماما هتصدقها على طول. عارفة انا مبقتش عارفة اعمل اي حاجة في حياتي. ما جربتيش تشوفي صورة متاخدة من انهي زاوية وتحاولي تشوفي كده لو في كاميرات او اي حاجة؟ وخلي بالك بيبقى في كاميرات صغيرة قوي زي المسامير. يعني لو حسيتي ان الصورة جايالك من على السرير ممكن يكون في مسمار مثلا او حتى في مخدة.
هو انت عرفتي ازاي ان انا كان في صورة متصورة لي على السرير؟ لا انت بجد حالتك صعبة قوي يا حبيبتي، انت قلتيلي. طب انت اخدتي هدية من اي حد قبل كده؟ ايوه بنت عمتي لما زارتني ادتني دبدوب، هو دايما على السرير بس ما اعتقدش ان هو في كاميرا اصلا. شفتي ضحك ازاي؟ والله انا شاكه ان هو، ولو طلع هو بجد انا اقسم بالله هزعله فيها. يعني انا بتراقب في البيت وكمان في المدرسه، هو بيراقبني في المدرسه وبتراقب في البيت من شخص مجهول. لا وكمان بيضحك، شايف الموضوع مضحك قوي. بجد لو اتاكدت بس ان هو انا هقول للمديره وكمان هسجنه فيها. يا بنتي هدي كلنا عارفين يعني ان هو اصلا عبيط، ما فيش حد بيحبه غير مدرس الماث. طب ايه طول اليوم كده بيفضل يراقبنا؟ انا زهقت منه، انا هروح اكلمه. لا استني بس، هتروحي تكلمي مين؟ افرض يعني طلع مش هو، هتبقي حطيتي نفسك في موقف محرج وخلاص. يا اريانا استني. هو انا ممكن اعرف هو انت متنحلي ليه؟ وكل ما اروح في حته الاقيك موجود فيها. عامه دي اسمها رخامه، ولو انت ما بطلتش اللي انت بتعمله ده انا هقول للمدير. هتقولي للمدير ايه؟ في طالب بيتمشى في المدرسه. بصراحه حواراتك انتي وصاحبتك محمسه قوي وانا بحب اسمعها. هي بقى عرفتي مين اللي بيراقبك ولا لسه؟ عامه انا مش فاهم هو بيراقبك على ايه يعني. او بالمناسبه انا كنت بضحك الصبح لان انا سمعتك وانت بتقولي ان انت شاكه فيا. هو انت شايف بجد اللي انت بتعمله ده طبيعي؟ يعني انت بتتصنت عليا انا وصاحبتي؟ ما دام مش انت اللي بيعمل الحركه الوحشه دي يبقى مالكش دعوه، ويا ريت تبطل تتصنت علينا عشان ما اسمعكش كلام وحش. والله يعني انا مش واقف فوق دماغكم، اعتقد براحتي اقف في المكان اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه، ما دام مش بتدخل في اللي انتوا بتقولوه. يلا يا اريانا قلتلك عبيط. فكك منه، اهم حاجه انه مطلعش هو اللي بيراقبك. انت بجد تنح مستفز قوي، لو عملت الحركه دي تاني انا ممكن اشتمك. هي مفكرة نفسها محور الكون ولا ايه؟ انا مش هينفع اكمل على الحال ده، لازم اشوف حل، لازم اتتبع الرقم ده على الاقل، اكيد لازم اعرف مين اللي بيعمل كده، ما انا مش هينفع يعني افضل طول عمري بعمل كده. بس انا معرفش اي حد بيتتبع ارقام. ممكن ادور في الفيسبوك، في ناس كتير قوي بتعمل كده. وهاخد من مصروفي اللي انا محوشاه وادفع المبلغ. اكيد مش هيبقى اكتر من 500 جنيه، يعني هحاول الاقي ارخص واحد. كلهم نصابين، شكلي كده هفضل مطولة. اهو لقيت واحد فعلا مش نصاب، بس ده ما بيشتغلش اونلاين، انا كده لازم اروح له عشان هو يضمن ان انا برضو مش نصابة. المحل بتاعه بيفتح بعد الساعة 9. الساعة دلوقتي 9:30، كويس قوي، هروح البس وانزل بسرعة عشان ماما متقوليش منزلش. هو ده المحل؟ لا ما شاء الله تحفة جدا. ده مش باين اصلا من كتر الخردة. ربنا يستره ما يكونش بيبيع اعضاء. نورتي يا مدام. اتفضلي اقعدي وقولي لي اساعدك ازاي. عايزة تطبعي ارقام ولا تهكري موبايلات؟ اهكر لك كاميرات، هتدفعي هوريكي كل حاجة انت عايزة تشوفيها. مدام ده انا لسه مخلصه الثانويه. ايوه اكيد طبعا هدفع. بص هديك رقم انا عايزك تتبعه وتجيب لي الموقع بتاعه، بس اهم حاجه الرقم ده ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وعايز اعرف لو تليفوني متهكر. بس كده من عيني يا مدام، الحساب كله هيبقى 350 اختي. هشتغل الاول وبعد كده هتدفعي، بس اقسم بالله لو جريتي قبل ما تدفعي لا هجري وراكي. تجري ورايا؟ اه لا ما تقلقش مش هجري في حته. اشتغل انت بس ولو سمحت بسرعه. يا اختي ما انا بصلح موبايل قدامك اهو. اصبري انتي بس وبعد كده نشوف حوار موبايلك ده. بص هديك 50 جنيه زيادة وسيبي اللي في ايدك ده وابدأ الأول في حاجتي. لا إذا كان كده ماشي، عشان انتي برضو مدام وما يصحش اسيبك في الليل كل ده لوحدك. أنا خلصت أختي، جبتلك الموقع.
تليفونك مش متهكر بس الكاميرا كانت مفتوحة. شلتلك الهاكر كده، انا عاوز 50 جنيه زيادة. وعملتلك نظام امان بس ده من عندي ديسكاونت يعني. ديسكاونت طيب تمام شكرا. اكتب لي العنوان في ورقة وانا هطلع لك الفلوس دلوقتي. لا خلاص اختي خلي. طيب ماشي. الفلوس اختي. عايزة الفلوس وعزومة مراكبية بقى تاخدها من الاول. اتفضل اهو. اخيرا بقى معايا اللوكيشن. الوقت متاخر مش هينفع اروح دلوقتي، بس بصراحه انا عندي فضول. جوجل مابس جابني على هنا. مش معقول. بيت صاحبتي الوحيده هي اللي تعمل فيا كده. لو قال ايه كانت قلقانه قوي عليا. إيه التمثيل ده؟ بس كويس ان هي عملت كده عشان اكشف حقيقتها من دلوقتي. ماشي انا هوريكي. تعيشني في كل التوتر ده وفي الاخر ايه ككذابه. بس انا بقى مش هسكت لها، انا هنتقم وبنفس الطريقه هخليها كده حيرانه وعماله تشككني في الناس كلها، اختي وبنت خالتي وبنت عمي، وانا ما شكتش فيها ولا حتى 1%. ماشي انا هوريكي كويس اوي ازاي تعملي كده. وبكده تكون نهاية حلقتنا. اكتبوا لي في التعليقات لو عجبتكم الحلقة دي، وهل كنتم متوقعين ان صاحبتها هي اللي عملت كل ده؟ يا ترى بقى هيكون ايه انتقامها؟ ده هنعرفه في الحلقة الجاية واللي هي هتكون الحلقة الأخيرة. واللي سمع الفيديو لحد دلوقتي يكتب لنا تم في التعليقات عشان نعرف ان هو سمع الفيديو. ودلوقتي هعرض لكم تعليقاتكم الجميلة. كل مرة هعرض التعليقات في نهاية الفيديو. احب اشكركم على كل التعليقات الحلوة دي، وبس كده متنسوش ان انتوا تحطوا لايك، وباي باي.